السلام عليكم. الوصفه ديالنا ديال اليوم فطائر اللي الصراحه كيجيو زوينين وكيجيو بنان. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. خليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها هي العجينه. عندي 5 الكيسان ديال العنبه ديال الطحين اللي هي 500 غرام ديال الطحين. دائما كنعمروا الكؤوس، يعني بالدقيق يكون مغربل، وكنعمروا الكؤوس كما قلت لكم بالمعلقه. عندي هنا ملعقه كبيره غير مملوءه من الخميره فوريه، الملحه على حسب الذوق، 4 كاس ديال زيت العود اولا زيت البلديه، وعندي كاس ديال الحليب يكون دافي كما شفتوا معايا. وصافي غادي نجمعوا هاد العناصر. والكاس الاخراني ديال الماء، يعني الماء ضروري حتى هو يكون دافي. صافي كنجمع العجينه ديالي هكايا حتى كنخلطها مزيان، وغادي نبدا نضيف هذا الماء شويه بشويه. بالنسبه لهنا عمرت الكاس ديال الماء، وكنبقى نضيفو يعني على دفعات شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه وما كتكونش كتلصق في اليدين. هاد الكاس ديال الماء ما غادي نضيفوش كله، غادي نخلي منه تقريبا 4 كاس اللي غيبقى فيه. ودائما هاد الطحين ولا هاد العجينه على حسب النوعيه ديال الطحين، حيت كاينه النوعيه اللي كتشرب وكاينه النوعيه اللي عكس. انا راه بالنفس الكاس باش عبرت جميع يعني السوائل اللي عندنا. صافي من بعد ما جمعتها مزيان، هنا غندلكها واحد شويه، كنديها شويه ونجيبها كما شفتوا معايا، وغنجمعها في واحد طاسه اولا اناء بحال هكا، وكنغطيوها بالسلوفان وكنخليوها حتى كتخمر. كما راكم تعرفوا دابا راه الجو سخون، غنخليها جانبا ونعاودوا نتلاقاو من بعد ما نوجدوا الحشوه. خليكم مع الفيديو. بالنسبه لهنا كناخذوا مقيله كنوضعوا فيها واحد الكميه ديال الزيت، يعني تكون قليله، واحد 2 بصلات يكونوا كبارين اللي تيكونوا مشلضين هكايا مربعات. كنديروا الملحه على حسب الذوق، وكنحط المقله فوق النار اولا فوق البوطه. صافي هنايا كنشحرها واحد شويه حتى كطيح لينا واحد شويه البصله، وغادي نضيف الصدر ديال الدجاج. تقدروا تضيفوا اللحم المفروم، يعني المهم اللي متوفر عندكم. الحشوه دائما تتبقى اختياريه. صراحه هاد الفطائر ولا هاد ميني طاكوس كيجيو زوينين، يعني ما تحتاجيش انك طيبي الخبز ديال الطاكوس اولا الخبز التورتيلا عاد كتصوبي الطاكوس. من احسن يعني تصوبوه بهذه الطريقه. بالنسبه للتوابل هنايا ضفت راس معلقه ديال التحميره، سكينجبير، الخرقوم، الثومه غبره، وواحد شويه يعني واحد راس معلقه صغيره ديال توابل ديال الشاورما. صافي كنخلط مزيان هاد العناصر كما شفتوا معايا. بالنسبه الا بغيتو تضيفوا الابزار ضيفوه، انا صراحه ما ضفتوش. عندي هنا القزبر اللي مقطع. صافي كنضيف كل شيء حتى كتشحر ليا كل شيء هاد المكونات مع بعضياتهم مع التحريك المستمر، يعني كما شفتوا معايا مره نحركوهم باش كيتشحروا لينا مزيان وكطيب لينا هاد الحشوه هادي. صافي هنايا من بعد ما نشفت ليا الحشوه مزيان كما كتشوفوا، يعني حتى كتنشف تماما، يعني هاد المرحله راها واجده. غنخليها جانبا وغادي ندوزو نوجدوا البيشاميل. يعني غادي نحيدوها جانبا. انا خديت واحد الكاسرونه اللي ضفت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، الملحه على حسب الذوق، واحد معلقه كبيره ديال الدقيق، دقيق الفرص او الدقيق الابيض، وكنحركوهم مزيان
حتى كتطلق ليا ديك الزبده، يعني كتذوب كلها. عاد غادي نبداو نضيفو الحليب. يعني بالنسبه للكميه راه درت دايره غير كميه قليله، ها نتوما كما كتشوفوا، يعني كاس ديال الحليب غير مملوء. صافي كنخلطو مزيان حتى كتعقد ليا هذا البيشاميل هادي عفوا. كما شفتوا كيجي بهذا القوام هكايا. غنرجعوا الكاس المقله عفوا، وغنكبوا عليها هاد البيشاميل هذا. الصراحه هاد الحشوه كتجي معلكه وكتجي زوينه، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. صافي كنحركها مزيان تاني حتى كتشد راسها وكتعلق. اللي بغى تضيف يعني توفر عندها الجبن حتى هو تضيفو، كيزيد يعلق هاد الحشوه هادي. صافي كنبقاو مستمرين هكايا حتى كتنشف لينا واحد شويه، وكنطفيو عليها البوطه. كما كتشوفوا في هذه المرحله بارك عليها، غنخليها جانبا وغادي ندوزو نوجدو لاصوص او صلصه المايونيز. خليكم مع الفيديو. بالنسبه لهنا لهاد لاصوص او لهاد المايونيز اللي غنوجدو، عندي هنا معلقه كبيره ديال المايونيز. هنا بالنسبه اللي كيبغي الحرور درت واحد شويه ديال الحرور، وهنا معلقه كبيره كذلك ديال الكيتشوب، وعندي واحد الياغورت مسوس. تقدروا تستغناو على داك دانون مسوس، ديروا غير هاد المايونيز والكيتشوب. هنا ضفت واحد شويه ديال العطريه ديال الشاورما، وعصرت نص حامضه يعني كما شفتوا معايا. صافي وكنخلط مزيان. الصراحه هاد لاصوص او هاد الصلصه كتجي زوينه. صافينا واجده، غنخليها جانبا وغندوزو للعجينه. العجينه طبيعه الحال من بعد ما اختمرت كنحطوها فوق سطح العمل. خوتي كنتمنى منكم اللي اول مره كيشاهد القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش البارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. هنا العجينه ديالي غادي نقسمها كما شفتوا. غادي نقطعهم بهذا الشكل، وغادي نشكل منهم كريات اللي هما صغار او لا كريسات صغار. صافي كنشكلهم بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يكبرهم يعني يجي الطاكوس شويه كبير يزيد يكبر شويه. هادو انا صراحه درتهم صغيورين باش يجيني الطاكوس يعني صغير ميني طاكوس صغيور. صافي كنشكلهم حتى كنسالي، وغادي ندوزو باش نطلقوا العجينه. هنا من بعد ما ساليت كاملين وغطيتهم كذلك ببلاستيكه، وصافي وكنطلق العجينه تكون رقيقه. بعد ما طلقت هذه كما شفتوا غنطلق واحده اخرى. يعني كندير هكايا واحد جوج هكا وكنبدا نعمر، ما كنديرش وحده بوحده. المهم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنعمروهم. صافي انايا بعد ما طلقتهم كما شفتوا معايا غادي نحتاج المايونيز اللي وجدنا. كندهنوا واحد شويه. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياري، يعني تقدروا تعمروهم بداك الشيء اللي متوفر عندكم.
شاركت معكم انا هذه الطريقه هذه وانتم تبدعوا فيها كما حبيتوا. عندي هنا الفريت كما شفتوا اللي قليتها، يعني بغيتو تقليوها ولا توضعوها في الفران، يعني نتوما لكم الاختيار. صافي هنا ضفت الدجاج، صراحه ما تصورش ليا المقطع فاش حطيت الدجاج اولا الحشوه اللي شحرنا معكم. صافي هنا كنوضع شويه ديال الجبن، وصافي هنايا كنبدا نسدهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. كنضغطوا عليها باش ما كترجعش لنا ديك العجينه، وصافي وكنضبلوها بهذا الشكل. بالنسبه لهاد ميني تاكوس يعني من احسن اللي كاينه البانيني ولا الاله ديال البانيني، كتجي صراحه زوينه، يعني كتكون فيها مطراسيه بهذوك الاشرطه. مي انا درتهم صراحه في المقله، وكيجيو بهذا الشكل الميني تاكوس اللي كيجيو زوينين وساهلين كما كتشوفوا معايا. صافي كنعاودو تاني لهاد الشريط اللي تبقى، صافي كنسدوه مزيان وكنقرصوا هاد الجوانب هادو وكنحيدو الزائد. وهاد الزائد راه ما كان، يعني هاد الزوائد اللي كنحيدو راه ما كنرميوهمش، يعني كنجمعو حتى كنجمعوهم، يعني نحصلوا على واحد كريصه كنشكلوها، يعني راه ما كنرميوهمش. وصافي كنبقاو مستمرين بهاد الطريقه هذه حتى كنساليو هاد الحبات اللي عندنا كاملين. صافي هنايا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كما كتشوفوا العجينه الصراحه كتجي زوينه، كتجي يعني رطبه، ما تخافوش منها تقطع عليكم اولا. صافي هنا بعد ما طلقتها كنوضع شويه ديال واحد المعلقه صغيره ديال المايونيز اللي حضرنا معكم، وكنوضع الحشوه كما شفتوا. كما قلت لكم هاد الحشوه الصراحه كتجي معلكه، تقدروا يعني تضيفوا ديروا الخاص، ديروا مطيشه، يعني داكشي اللي حبيتو. دائما الحشوه تيبقاو اختياريين. صافي هنا كنوضع شويه ديال الفريت، بهذه الطريقه هذه، وكنديروا شويه ديال الجبن، وصافي كنبداو نسدو الفطائر ديالنا بهذا الشكل بحال هكايا. كنتمنى الفكره تكون واضحه لكم مزيان وفهمتوا الشرح. خوتي ما تبخلوش عليا، اللي كيتفرج فيا هاد الساعه تنقول لكم عافاكم ديروا لايكات وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم والاهل ديالكم فضلا منكم وليس امرا. صافي كنقطع هاد الجوانب وغادي ندوزو باش نبدا نحمروهم في المقله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع احبابكم والاهل ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. صافي هنايا كما شفتوا معايا غادي نبدا نطيب وفي نفس الوقت وانا كنعمر. صافي هنايا وضعت المقله كما شفتوا معايا، كنبدا نقلب فيهم بهذا الشكل. كما قلت لكم الا كاينه الاله ديال البانيني احسن صراحه، كيجيو في الشكل ديالهم ولا في المنظر ديالهم زوينين. وصافي هكا كنطيبوا من جميع الجوانب باش كيطيبوا وكيتحمروا، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. خليكم مع الفيديو وما تمشيو فين، واللايكات والبارطاج باش فيديو يطلع ويبان عند بزاف ديال الناس. وشكرا لكم كاملين. وهادو هما الفطائر ديالنا ديال اليوم كما شفتوا كيجيو على هذا الشكل، صراحه كيجيو معلكين وكيجيو بنان. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع احبابكم والاهل ديالكم. وغنقول لكم اخوتي بالصحه والراحه، وخليتكم على خير مع وصفه جديده ان شاء الله الى كتاب. السلام عليكم.